كلمة تغضب النبي صلى الله عليه وسلم بشدة، يحمر وجهه ويكاد يقطر دما. يا ابن السوداء، لنسمع إلى هذه القصة. أبو ذر وبلال تشاجر في أحد الأيام، فقال أبو ذر إلى بلال: يا ابن السوداء. بلال لم يسكت، يعايرني بسواد لوني. يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صدق عندما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ودين الإسلام جاء ليقول إلينا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أحمر ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت، غضب واحمر وجهه وكاد يقطر دما، ثم نادى أبا ذر وقال: أو أنت قلت كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: ويحك، إنك امرؤ فيك جاهلية، أنت امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر عندما سمع هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يبحث عن بلال حتى وجده، وقال إليه بعدما وضع خده على الثراء: يا ابن السوداء، طأ بنعلك على خد ابن البيضاء. أراد أن يؤدب نفسه، حتى ابتسم بلال وقال إليه، أمد إليه يده وقال: عفوت عنك، عفوت عنك. نعم، الإسلام دين التحامل والأخلاق. الصحابة كانوا يتخاصمون ويتفاوتون، لكن سرعان ما يعودون ويعترفون بالذنب. لا كما البعض اليوم يصر على ذنبه، وربما تمر سنين من أجل ألا يعتذر، من أجل ألا يقدم كلمة آسف. وضع خده أغلى شيء وقال: طأ بنعلك على خد ابن البيضاء. نعم، تربوا على يد أفضل معلم، محمد صلى الله عليه وسلم. جزاه الله خير يا كل من تعيد النشر ليستفيد الغير ويتعلم أمور الدين، يا من تشارك الأغاني والرقص وغير ذلك. شاركنا لتنال وتكسب الأجر. الله يجزيك الجنة.